السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة لذيذة قوي بالكوسة والبطاطس، وهنحشيهم كده بقطع الفراخ مع بعض. الوصفة دي حلوة وسهلة جدا وصحية جدا في نفس الوقت، يعني اللي بيعمل دايت هياخد منها. طبعا البطاطس من النشويات الصحية، النشويات المعقدة، فبتدينا شبع كده لفترة طويلة وبتبقى حلوة جدا. بس قبل ما نبدأ وصفتنا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشترك في القناة لو مش مشتركين، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة هنا معايا طاسة على النار، حطيت فيها كده معلقة زبدة ومعلقة زيت عشان اشوح الفراخ بتاعتي. انا كان معايا كيلو من الصدور كده ومقطعاه قطع صغيرة. وبشوح كده الفراخ بتاعتي كده، بديها في الاول صدمة وما بقلبهاش خالص، وبعد كده لما تغير لونها بقلبها على الناحية التانية. وهنا معايا فلفل اخضر وفلفل الوان وواحد احمر حامي، ومعايا كده كان معايا بصلتين كده. فرمتهم من بصلتين وقطعت الفلفل عشان اضيفهم للفراخ بتاعتي. بعد ما نشفت المية بتاعتها حطيت البصل وهشوحه كده مع الفراخ. احنا طبعا متعودين ان البطاطس دايما بنحشيها لحمة مفرومة، فانا حبيت اغير المرة دي. حطيت معايا كده هنا الفلفل الاسود وشوية كاري، بهارات فراخ قصدي، وشوية بابريكا، وده كاري. انتوا عارفين طبعا الكاري بيبقى حلو جدا مع الفراخ. وحطيت الملح بتاعي المظبوط. وهحط شوية صويا صوص، تبقى حلوة جدا في اي فراخ، بالذات مع الشاورما والحاجات اللي زي كده. وبعدين بضيف بقى الفلفل بتاعي، فلفل اصفر واخضر واحمر، ولو مفيش الوان ممكن تحطي فلفل اخضر بس عادي. وحطيت بس واحد بس حامي عشان كده يخليها طعمها حلو. ومش بحط بقى طماطم خالص على الفراخ بتاعتي دي، يدوبك بس بقلبها تقلبتين كده وبس كده وبطفي عليها. وهنا بعمل الصوص الاحمر بتاعي، اعمل صلصة كده، شوية زيت على النار ونص معلقة توم مفروم. التوم ده انا فرماه وحطاه في الفريزر، حلو قوي بيريحني جدا بصراحة. وبشوح التومة كده، وبعدين لما تدي لون ذهبي كده بحط لها شوية كزبرة ناشفة، تدي ريحة حلوة قوي الكزبرة مع التوم. وبعدين كنت ضاربة طماطم في الخلاط ومصفياها، حطيتها كده وبسيبها بقى تتسبك على جنب. حطيت لها فلفل اسود وملح وهحط شوية بابريكا، ده مكعب مرقة، حطيت مكعب مرقة بيدي الصلصة طعم حلو قوي. ودي شوية بابريكا، وهحط شوية شطة صغيرين. وبس كده بسيبها بقى تتسبك على جنب. ومعايا هنا بقى البطاطس بتاعتي مقشرة كده، بطاطس وكوسة، وقسمة الكوسة كده نصين. وهطلع كده القلب بتاع الكوسة بمعلقة صغيرة من معالق الشاي، بكل سهولة كده هيطلع معايا. بس حاولي ما تطلعيش كل قلب الكوسة، يعني سيبي فيها شوية عشان تبقى ماسكة نفسها. وبرضو اللي احنا بنطلعه ده مش هنرميه ابدا، اهو كده زي ما انتوا شايفين كأني بقورها بالظبط. بس طبعا انا قسمها نصين كده، وبالمعلقة بيبقى اسهل قوي يعني.
طبعا انتوا عارفين الكوسة مفيدة جدا وما فيهاش اي سعرات. بالنسبة لأي حد بيعمل دايت يعني الكوسة مناسبة جدا معاه. وهنا البطاطس برضو مقشراها وقسمة الواحدة 2 كده، وبرضو بطلع بنفس الطريقة، بطلع القلب بتاعها وبسيبها برضو ايه ماسكة نفسها، مش بشيلها قوي يعني، مش بجردها قوي اهو. وطبعا الحاجات اللي بطلعها دي مش هرميها، هحطها معايا برضو في الوصفة اهو. يا دوبك بس بتلفي كده المعلقة ومع ايدك تلفي البطاطساية كده في ثواني بتطلع. وخلاص عملت كل الكمية وحطها طبعا في مية عشان ما تسودش. ومعايا هنا صاج كده بتاع فرن، حطيت كده نقطة زيت زيتون، وهرص البطاطس بتاعتي كده. كنت مولعة الفرن عندي بقاله 5 دقايق، مولعة الفرن والشواية مع بعض. هحطهم كده في الفرن ياخدوا تشميعة. بس في بقى ناس ممكن يحمروا البطاطس كده في الزيت، بس انا ما حبيتش اعمل كده عشان عايزاها صحية اكتر. يا دوب بس دهنت الوش كده بشوية زيت زيتون برضو. اهو بدهن البطاطس والكوسة بتاعتي. وهنا هرش بقى شوية زعتر. الزعتر بيدي الوصفة دي طعم حلو قوي. وبس كده احطها في الفرن، بتطلع ريحتها حلوة قوي كمان من الزعتر اهو. سبتها كده لما يا دوب اتشمعت شوية يعني، احمرت شوية كده. هي طبعا ما استوتش قوي طبعا، بس عشان لما ادخلها الفرن تستحمل معايا السوا. وبعدين جبت صينية كده عندي ألمونيوم، حطيت فيها بقى الحاجات الكوسة والبطاطس اللي طلعتهم، وهرش شوية ملح وفلفل ونقطة زيت زيتون واحدة. والصلصة بتاعتي بقى اللي انا عملتها، هحط شوية صلصة كده عليهم. شايفين لون الصلصة بقى جميل ازاي؟ وهقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض. انصحكم يا جماعة تجربوا الوصفة دي، حلوة جدا بصراحة. يعني حتى لو حد بيعمل دايت هياخد كده كام واحدة بطاطس مع كام واحدة كوسة من غير رز مع سلطة مثلا، هتبقى مشبعة وحلوة قوي. لان طبعا البطاطس فيها نشويات، بس البطاطس من النشويات المعقدة فبتدينا شبع. وبيكون طعمها حلو جدا. وقضينا كده بننوع في الوصفات بتاعتنا، يعني نغير الروتين شوية ونعمل حاجة مختلفة عشان ما نزهقش. تعملي في نفس الوقت اكل صحي وكل البيت بياكل منه، وانتي كمان تاكلي منه، عشان يعني لو بتعملي دايت عشان ما تزهقيش ان انتي مثلا ممكن تعملي اكل لوحدك، ليكي لوحدك وليهم لوحدهم. فكده احسن بكتير لما تعملي حاجة كل البيت ياكل منها. بيبقى اسهل بالنسبة لك كتير يعني. وجبت بقى قطع الفراخ بتاعتي كده وبحطها. والفراخ وقتها في الوقت ده ريحتها حلوة جدا. نسيت اقول لكم ان انا حطيت رشة زعتر برضو على الفراخ في الاخر كده. وانتي بتحطي الزعتر كده افركيه بين ايديكي وبعضها، عشان بيبقى خشن شوية كمان. لما تفركيه كده بيطلع بقى ريحته، تبقى ريحته فظيعة بصراحة. وكده بحط كده بحشي كده كل البطاطس والكوسة بتوعي بالفراخ زي ما انتوا شايفين كده. ده طبعا الفلفل الاحمر، اللي يشوفه يقول طماطم، بس ده فلفل احمر. ما حطيتش طماطم عشان انا هحط شوية صلصة.
وبحط بقى الصوص بتاعي كده، برش على كل واحدة كده معلقة صغيرة زي ما انتم شايفين كده. وبس كده. لما بقى اجي ادخلها الفرن هزودها شوية مية صغيرين مع شوية صلصة من اللي انا عاملاها دي. وبحط كده على الوش شوية جبنة موتزاريلا، بتديها طعم حلو جدا برضو. واللي مش حابب الجبنة فمفيش مشكلة، او ما عندكيش جبنة عادي بتبقى حلوة برضو كده. تحطيها في الفرن كده تستوي وتتحمر مع بعض من على الوش، هتبقى حلوة جدا. وممكن كمان لو مش عايزاها تاخد وقت طويل في الفرن تحطيها على البوتاجاز كده من فوق، تاخد غلوة وبعد كده تحطيها في الفرن. اهو جميلة جدا بصراحة. وهنا بقى طلعتها من الفرن. بصراحة انا مولعتش الشواية، كنت مطفيه الشواية بس لقيتها خدت لون كده. كنت عايزة الجبنة بس تسيح وتفضل يعني ما تاخدش لون قوي، بس لقيتها احمرت كده. بس كانت ريحتها في الوقت ده حلوة جدا، ما شاء الله عليها يعني. جربوها وان شاء الله تعجبكم. اهو شايفين البطاطس اللي من تحت كمان مستوية جدا. ويا ريت يا جماعة اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش اللايك و... وشير كده مع اصحابكم عشان الفايدة تعم مع الجميع وقناتي تكبر بيكم بإذن الله. وعملت بقى رز ابيض مع الوصفة دي. هتطلعي كده كام قطعة كده لكل واحد وهياكلها مع الرز، هتبقى حلوة قوي. اهو بوريكم ازاي مستوية وحلوة وريحتها تحفة. شايفين؟ حلوة جدا يا جماعة. لو حابة ان انتي تاخدي رز ممكن تاخدي 3 معالق رز بس مع شوية كوسة، وممكن 2 بطاطس، مش هتأثر في حاجة يعني. ودي كانت وصفة النهاردة، يا رب تعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.